السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين النهارده كده جايين من السوق جايبين حاجتنا، جايبين طماطم مورده وزي العسل، وجايبين بطاطس. شايفين البطاطس احلى نوع بطاطس ام نقطة حمرا دي. يلا بينا نشوف هنعمل اكل ايه النهارده. يلا بينا. قطعنا البصل بتاعنا وفلفل احمر، كان عندي فلفل رومي احمر كده، وحطينا طبعا التوابل بتاعتنا، حطينا ملح والسبع بهارات وفلفل اسود. بس أنا مش صينية البطاطس عندي مش باحط فيها أكتر من كده، وممكن معلقة بابريكا عشان تدّيها لون كده، غسلنا البطاطس بتاعتنا قطعناها شرايح وحطيناها زي ما أنتم شايفين كده، أهو يالّا يا جماعة زي أي أكل بيتي مصري زي بيوتنا كلها ما بتعمل، وهنقلب التوابل مع البصل مع الفلفل الرومي مع البطاطس، وأنا طبعًا بابقى سالقة اللحمة قبلها، يا دوب نُص سليق كده عشان يبقى فيه شوربة، وبعدين باحط اللحمة في صينية البطاطس علشان تكمّل سواها مع صينية البطاطس، تمام يا جماعة، وباحط الصلصة بتاعتي، أمّا تبقي عصرة طماطم تحطيها، لمّا تبقي عندِك صلصة عادي، خلاص وتضبّطي الملح بتاعِك، وباحط صينية البطاطس في الفرن. بابدأ أحط صينية البطاطس بتاعتنا في الفرن، بتاخد حوالي ساعة أو ساعة ونُص على حسب اللحمة بتاعتِك. وكل شوية بابُص عليها كده بازوّد لها صلصة أو عصير طماطم زي ما تحبّي، ودي صينية البطاطس بتاعتنا بعد ما استوت تحفة، ريحتها وطعمها تحفة، اللحمة زبدة والبطاطس بُصّوا طايبة إزاي، جميلة دايبة كده دايبة دوب، واللحمة موزة وجميلة، جرّبوها بالطريقة السهلة البسيطة دي وجميلة جدًا، تعالوا كلوا معانا يا جماعة بألف هنا وشفا. الشتا عايز الأكل الجميل اللي بيدفّي ده. يالّا بقى بينا نعمل رُز بشعرية ونشوف هنعمله إزاي. حمّرنا الشعرية لغاية ما بقى لونها دهبي كده، ونبقى غاسلين طبعًا الرز بتاعنا، بننزل بالرز على الشعرية، الرز كله بعد ما غسلناه، ونقلبه كويس، وننزل بمقدار المَيّة بتاعتي اللي باغطي بيها الرز والشعرية، وأضبّط طبعًا الملح بتاعي، وأقلب أهو زي ما إحنا شايفين، كل حاجة واضحة مش محتاجة كلام، أهو بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا يا جماعة، جربوه بالطريقة دي معتمدة وجميلة. أهو باضيف مَيّة لغاية ما أغطي الرز والشعرية بتوعي، وباضبط الملح بتاعي، وممكن باحب أحط سِنّة فلفل أسود بالطعام وتدّي له لون جميل، وبتخلّي الرز طعمه تحفة، وتغطي حلة الرز بالشعرية بتاعتك عادي خالص لغاية ما الرز يتشرّب، وبعد كده بابدأ أقلّب الرز بالشعرية بتاعي، شايفين شرب المَيّة بتاعته، بابدأ أوطّي عليه وأسيبه يتشرّب، وبعد كده خلاص باسيبه حوالي 10 دقايق بس. ونبدأ نغرف الأكل بتاعنا، إيه رأيكم يا جماعة؟ أكلة سهلة ما فيهاش أي حاجة، جميلة، مفيدة لولادِك، بألف هنا وشفا جربيها.